تخيل تدخل الغيط لوحدك بعد نص الليل، وفجأة تسمع صوت أبوك المتوفي بيناديك من وسط الزرع. حسن افتكر إن الصوت مستحيل يكون حقيقي، لكن لما بص ناحية الترعة شاف حاجة خلته يندم إنه خرج من البيت أصلا. إيه اللي كان مستنيه هناك؟ وليه محدش من أهل القرية بيقرب من الغيط بالليل؟ خليك للآخر، لأن اللي حصل لحسن محدش كان يتوقعه. في قرية كانت صغيرة لدرجة إن معظم أهلها كانوا عارفين بعض بالاسم، وكل بيت تقريبا عارف أسرار البيت اللي جنبه. وكان في آخر البلد غيط واسع بيبعد لحد الترعة القديمة. الغيط ده كان معروف عند أهل القرية باسم غيط العمدة، مش عشان كان ملك العمدة بس، لكن عشان محدش تقريبا كان بيحب يقرب منه بالليل. الحكايات عنه كانت كتير، واحد يقول ان سمع حد بيناديه من وسط الزرع، واحد تاني يحلف انه شاف ست واقفة عند الترعة ولما قرب منها اختفت. لكن اغلب الناس كانوا بيعتبروا الكلام ده خرافات. الا حسن كان شاب في اواخر العشرينات، عايش مع امه واخوه الصغير، وكان بيشتغل في الارض مع والده قبل ما والده يتوفى. في ليلة من ليالي الصيف حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، حسن كان نايم وفجأة سمع خبط شديد على باب البيت. قام مفزوع، سمع صوت جارهم عم رجب: يا حسن يا حسن. فتح حسن الشباك وقال: في ايه يا عم رجب؟ رد الراجل بصوت متوتر: الحمار بتاعك خرج من الحوش، شفته داخل ناحية الغيط. حسن اتنهد: طب ماشي هجيبه الصبح. لكن عم رجب سكت شوية وبعدين قال: الصبح؟ حسن بصله باستغراب. ايوه. عم رجب قرب من الشباك وقال: يا ابن الحيوان دخل الغيط من حوالي ساعة. حسن قال: ساعة؟ ايوه. وبصوت اوطى كمل: انا سمعت صوته هناك. حسن ابتسم: يعني المشكلة فين؟ عم رجب بص ناحية الغيط وبعدين رجع بص لحسن: المشكلة ان صوت الحمار كان جاي من ناحية الترعة. سكت وبعدين قال: والترعة دي ما فيهاش مية من سنين. حسن حس بقشعريرة بسيطة لكن حاول يضحك. لبس جلابيته، خد كشاف وخرج. امه كانت واقفة عند الباب: رايح فين؟ قام حسن قال: الحمار خرج. امه مسكت ايده: خليه يا امي، هرجعه وارجع. بصت له في عينه وقالت: محدش بيروح الغيط بعد نص الليل يا حسن. حسن ابتسم: انا مش صغير. لكن امه ردت: انا مش بخوفك، انا بقولك اللي ابوك قالهولي قبل ما يموت. حسن سكت، لان ابوه فعلا كان دايما بيمنعه من دخول الغيط بالليل. خرج حسن. القرية كانت ساكتة تماما، مفيش غير صوت كلاب بعيدة وهوا خفيف بيحرك ورق الزرع. وصل عند اول الغيط، شغل الكشاف. الطريق قدامه كان واضح. دخل بعد حوالي 5 دقايق، سمع صوت الجرس اللي كان مربوط في رقبة الحمار. حسن وقف وقعد يدور، مفيش اي حاجة، ومشي ناحية الصوت. كل ما يقرب صوت الجرس يبعد، يقرب الصوت يبعد، لحد ما وصل عند الترعة القديمة. وقف، نور بالكشاف، مفيش حمار، مفيش اي حاجة. لكن فجأة سمع صوت من وراه. حسن اتجمد مكانه. الصوت كان صوت ابوه، نفس النبرة، نفس الطريقة، نفس كلمة حسن اللي كان ابوه بيناديه بيها. لف بسرعة، مفيش حد. حسن بلع ريقه: مين؟ سكت وبعدين الصوت رجع من الناحية التانية: حسن تعالى. كان صوت ابوه برضه. حسن رجع خطوة، وفي اللحظة دي الكشاف بدأ ينور ويطفي. وفجأة اشتغل. شاف حاجة واقفة بعيد بين الزرع، شخص طويل لابس جلابية بيضة، وشه مش باين. حسن صرخ: مين هناك؟ الشخص مردش، بس بدأ يتحرك ناحيته، خطوة وبعدين خطوة. حسن رجع للخلف، وفجأة الشخص وقف ورفع ايده وشاور ناحية الترعة. حسن بص ناحية الترعة، ولما رجع يبص مكان الشخص اختفى. بدأ حسن يجري،
كان بيجري من غير ما يبص وراه. لكن وهو بيجري سمع جرس الحمار. الصوت كان وراه، وبعدين سمع خطوات بتجري وراه. حسن جري أسرع، وفجأة اتخبط في حاجة ووقع على الأرض. رفع الكشاف، الحمار كان واقف قدامه، لكن الغريب إن الحمار كان ساكت تماما، ولا بيتحرك ولا حتى بيبصله. حسن قام ومسك الحبل وقال: يلا يا حيوان نرجع. الحمار اتحرك، لكن بدل ما يمشي ناحية البلد مشي ناحية الترعة. حسن شد الحبل. استنى! الحمار وقف وبص حسن قدامه على الترعة. كان في شخص واقف هناك، نفس الجلابية البيضة، لكن المرة دي وشه كان واضح. حسن حس ان قلبه وقف، لان الشخص اللي واقف هناك كان ابوه. حسن قال بصوت مرتعش: ابويا. الشخص ابتسم وقال: اتأخرت يا حسن. حسن وقع الحبل من ايده، وفي اللحظة دي سمع صوت ابوه الحقيقي في دماغه. اخر جملة كان والده قالها من قبل وفاته: لو سمعت صوتي في الغيط بعد ما يموت ما تردش. حسن افتكر، رجع لورا، لكن الشخص اللي قدامه بدأ يقرب. حسن جري بكل قوته، والحمار جري وراه. لكن قبل ما يخرج من الغيط سمع صوت أبوه للمرة الأخيرة: بص وراك يا حسن. حسن من شدة الخوف بص، وكانت دي أكبر غلطة عملها في حياته، لأن اللي شافه ما كانش أبوه، كان شيء واقف وسط الزرع، طويل بشكل غير طبيعي، وملامحه مش واضحة، وحواليه عشرات الظلال واقفة ساكنة. حسن صرخ وجري، خرج من الغيط وهو مش قادر يتنفس. وصل البيت، أمه فتحت الباب. أول ما شافته قالت: أنت رجعت لوحدك؟ حسن قال: أيوة. بصيت وراه. طب والحمار؟ حسن اتلفت، الحمار ما كانش موجود. قال: مش عارف. أمه قفلت الباب بسرعة وقالت: الحمد لله إنك رجعت. حسن سألها: أنت كنت عارفة؟ سكتت، وبعد لحظات قالت: أبوك كان راجع من الغيط ليلة وفاته. حسن بصلها: يعني إيه؟ قال إنه شاف حد واقف عند الترعة. مين؟ أمه بدأت تعيط. قال إن شاف نفسه. حسن مفهمش يعني إيه شاف نفسه. ردت: قال إن واحد شبهه كان واقف هناك وبيطلب منه يقرب. سكتت شوية وبعدين قالت: ومن يومها أبوك رفض يدخل الغيط تاني. حسن قال: طب مات إزاي؟ أمه بصت في الأرض، لقيناه الصبح عند الترعة. حسن اتجمد، وكان في جسمه علامة غريبة. إيه؟ أمه رفعت عينيها وقالت: تراب أسود على كف إيده. حسن افتكر اللي حصل، بص على إيده وكان عليها نفس التراب الأسود. في اللحظة دي سمعوا صوت الجرس من بره. أمه بصت ناحية الباب، وحسن قرب من الشباك، لكن قبل ما يبص أمه صرخت: اوعى! حسن وقف وبصلها. قالت: ما تبصش. ليه؟ قالت وهي بتترعش: لأن أبوك لما رجع آخر مرة قال إن الحاجة دي مش بتظهر غير اللي يبص في وشها. سكت حسن، ومن يومها الحمار مرجعش. لكن أهل القرية بيقولوا إن كل ليلة بعد الساعة 2 بيسمعوا جرس الحمار جاي من ناحية الغيط. والأغرب إن بعضهم بيقسم إنه بيسمع صوت حسن نفسه من وسط الزرع: تعالى ما تخافش أنا هنا. مع إن حسن من يوم الليلة دي ما دخلش الغيط تاني، لكن في كل مرة حد يسأله: انت شفت ايه هناك؟ بيسكت ويبص ناحية الترعة وكأنه خايف يقول الحقيقة. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.